بعد ما نزلت اخر فيديو ليا اللي كنت بقول فيه ازاي تعيش في امريكا ببلاش وبدون ما تدفع ايجار، وشرحت انا ازاي بعيش في تراك وفي نفس الوقت بكون شغال من خلاله. الناس سألتني سؤال حلو جدا: بتعمل حمام وبتستخدم الحمام وبتستحمى ازاي؟ اولا كل حاجه بتحصل في التراك ستوب اللي هي الاستراحات والبنزينه اللي بتبقى معموله للتريلات والتراكس. هنا عندك في لوندري، بتبقى جوه في غساله، في دراير بتنشف الهدوم واستخدامها سهل جدا. بتحط الكارت بتاعك بتاع البنك وهو بيسحب وبيشغل الهدوم عادي جدا. وعندك في ترابيزه موجوده عشان تطبق عليها هدومك لما تخلص. اكيد مش تاخدها وهي معفنه وتكونها وتمشي يعني. بالنسبه للشاور بتاخد تيكت برضو للشاور، بتحط الكود وبتخش الحمام المخصص اللي بيكون معمول فيه كل حاجه مجهزه علشان الحمى. فوط موجود طبعا، حمام موجود، دراير موجوده، علاقات موجوده، والشاور بيبقى فيه كل حاجه موجوده. الشاور ب $18 ومعظم الوقت بيكون ببلاش لو انت بتفول اكتر من 50 جالون في الديزل. سهل وبسيط الموضوع، والاستراحات دي موجوده كل 20 ل 30 ميل. ده غير ان الجيم بتاعي فيه كل الكلام ده كده كده.